روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا عظيما يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لقد تدبر سلفنا وأكابر علمائنا هذه النصوص وغيرها في أولئك الرجال، لذلك نجد في تراث الأمة شدة عناية أسلافنا من أهل العلم والفضل والإحسان. نرى عناية عظيمة منهم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وها هي المصنفات الكثيرة في ذكر فضائلهم وطبقاتهم ومروياتهم وأحوالهم وأعمالهم، فالبخاري والبغوي وابن سعد وأبو حاتم والطبراني وابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وابن حجر وغيرهم كثير كتبوا وصنفوا ما يدل على إيمانهم بفضل الصحابة وأهميتهم في دين الله تبارك وتعالى، وما يشهد لهم بمعرفة حقهم وعلو مكانتهم، بل وتفردهم في الحق والإصابة في دين الله. فالصحابة هم صراط الله المستقيم وحبله المتين، بهم يعرف الحق وبه يعرفون، فهم الحق والحق معهم حيث داروا، وما عدا ذاك فهو الباطل والضلال، وهو الزيغ والهلاك والعياذ بالله.